تحسده على ايه؟ ما هو مبتلى زيه وزيك، وانتش عرفك لو ربنا اداك اللي عنده هتنجح ولا هتسقط؟ انت ربنا ابتلاك بفقر، هو ربنا ابتلاه بغنى، بس بتحسده على ايه؟ عامل زي واحد دخل امتحان فالدكتور وزع ورق اجابات، قال له بس على فكره كل الورق مختلف، كل امتحان اسئله شكل. اكيد مفيش طالب هيحسد اللي جنبه على الورقه، يعني مش عرفني فيها ايه، مش عرفني هيعرف يجاوب ولا مش عرفني لو خدت ورقته يطلع اسئله اصعب من اسئلتي اتدبس فيها، ويمكن اسئلتي دي اسهل اسئله وما اعرفش، مش كده؟ ممكن الاسئله اللي معايا دي هي اسهل اسئله في الامتحانات كلها، ممكن اقعد اعيط اقول لا انا عايز ورقه اللي جنبي، انا عايز ورقه اللي جنبي، لا انا عايز ورقه اللي جنبي، دي شكلها حلو قوي، انا عايز ورقه اللي جنبي، واقعد طول الامتحان وعايز ورقه اللي جنبي، يخلص الامتحان وما جاوبتش حاجه. او ماشي عايز ورقه اللي جنبك، خد ورقه اللي جنبك، ويدعو الانسان بالشر دعاءه ايه؟ بالخير. خد دخل يا نهار ابيض ده الشابتر الوحيد اللي ما ذاكرتوش ويلبس صاحبنا الامتحان كله. طب ما انا اديتك الاسئله اللي انت هي كانت اسئله جامده شويه بس مذاكرها على الاقل يعني. ربنا يعلم انك انت كويس في اختبار الفقر، فابتلاك بالفقر، وان انت فاشل لو ابتليت بالغنى. ان من عبادي من لو اعطيته الدنيا لاطغيته، كما جاء في بعض الاثار. تمام؟ فربنا رحمك ما خلاكش غني، رحمك ما خلاكش قوي، رحمك ما خليكيش جميله واموره وشعرك اصفر وعينيك خضراء، يمكن كنت زمانك دلوقتي ماشيه ببنطلون مقطع على البحر بتتعكسي، او ماشيه مع واحد، او بتزني في الساحل، مش عرفك؟ ما هو الجمال ده خير ولا شر؟ الله اعلم. البنت الجميله دي تحسديها ليه يعني؟ البنت الجميله دي عايشه في بلاء شديد، ازاي تلبس نقاب وهي جميله؟ صعب. ففي العاده مش اي واحده جميله بتلبس نقاب، نادر، وانما غالبهم بينحرف، ان هي بتشوف جمالها تقول اخبيه ليه؟ ربنا اداني نعمه وريها للناس، من الله جميل يحبه ليه؟ يحبوا الجمال يا عم، في ايه انتوا ليه كده؟ وتطلع توري الناس كلها نعمه ربنا عليها، دي مش نعمه بالنسبه لك، دي كده نقمه. فممكن يكون ربنا لو خلاكي جميله كان زمانك دلوقتي في وضع تاني، مش في المسجد دلوقتي بتحضري الدرس. فالانسان يركز في ورقته من الاخر، ما تبصش في ورقه اللي جنبك. وتحسده على ايه؟ كلنا في حاله ايه؟ ابتلاء، وكله بيجاوب. ركز بقى في ورقتك، ما تضيعش وقتك. لو قعدت تبص في ورقه اللي جنبك طول حياتك مش هتاخدها، ولا انت جاوبت ولا خدت ورقه اللي جنبك، ولو خدتها يمكن تسقط. فرض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ركز تجاوب. والله القدر اللي انت فيه ده يمكن تغييره، غيره يعني، مفيش مشكله. يعني ايه؟ مش بقول مثلا واحد فقير خلاص انا فقير، إيه يا عم عايز تبقى غني ابذل مجهود، لكن افرض انت قدر ما لا يمكن تغييره. انت طلعت اسمر عايز ابقى ابيض، طلع ابيض عايز ابقى اسمر، يعني ايه الحل يعني؟ انت طلعت يعني مثلا مالكش عيله عايز يبقى ليها عيله بقى، هتعمل لك ايه يعني؟ فما تتغيرش، ولو تقعد تركز فيه طول حياتك مش هتطلع بحاجه، مش هتتغير. فلذلك الانسان لما بيفهم طبيعه البلاء او معنى البلاء بيلاقي ان هو قابل اي حاجه، سهل يقبل من ربنا اي تقدير يقدره عليه. هي كلها اسئله، يا رب ماذا تريد مني؟ اجاوب خلاص، حاضر هجاوب. يبقى انا بركز في الايه؟ في الاجابه. يعني ايه اركز في الاجابه؟ اركز ان ربنا لما يراني يلاقيني على الوضع اللي يرضيه، بغض النظر انا في حاله شكر ولا في حاله صبر ولا في رجاء ولا بصلي ولا بغض بصري، المهم الحاله اللي انا فيها على الوضع اللي انا فيه بعمل